ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بحكايه يوجين صاحب الرتبه اف، مروض الوحوش وقاهر الرتب اس. بس لو اول مره تتفرج على حكايه يوجين الاسطوريه، فانصحك تروح تتفرج على الاجزاء اللي فاتت من على صفحه القناه، وهسيب لك اللينك بتاعهم برضه في صندوق الوصف. فيلا روح اتفرج عليهم بسرعه وتعالى كمل معانا هنا الحكايه. وكالعادة قبل ما نبدأ حكايتنا، يا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش تدعوا لإخواتكم في فلسطين. ولو أول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش اللايك الجميل اللي بيشجعنا نستمر. ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. شوفنا في الحلقة اللي فاتت إن يوجين قدر يفك العقد اللي كان عامله يونجي مع ملك التنانين، وبسبب فكه للعقد ده ظهر ليهم وحش عملاق جدا بالرتبة دبل اس. ويونجي كان فاقد الأمل إنهم هيقدروا يهزموه زي ما عملوا مع البافلو قبل كده، لأن قوة الوحش دوت مختلفة تماما عنه. لكن يوجين بحكمته وشجاعته بيقدر إنه يحمسهم ويستخدم مهاراته معاهم، وبيقدروا أخيرا إنهم يهزموا الوحش دوت شر هزيمة. لكن لسوء حظ يوجين إنه بيقرر يستخدم مهارته على الوحش الميت عشان يعرف معلومات عن سيده ملك التنانين. وفجأة مرة واحدة بيلاقي نفسه انتقل لمكان تاني كله تنانين، وبيظهر ملك التنانين قدامه وبيقول له انت دلوقتي جوه وعي انا، وانا مبسوط انك جيت لاني كان نفسي اقابلك من زمان. وطبعا يوجين ما بيضيعش الفرصة وبيجري عليه عشان ينتقم لاخوه. لكن ملك التنانين بيكون اقوى بكتير وبيفضل يعذب فيه ويقطع في جسمه عشان ينتقم منه، لانه هو بوظ ليه مخططاته. وبتنتقل بينا الاحداث للدهليز من تاني، وبنشوف جسم يوجين مرمي على الارض وفي ضوء ازرق حوالين جسمه. ونوا بيكون مرعوب جدا عليه وعمال ينادي عليه عشان يفوقه، بس يونجي بيعرفه ان اللي حصل له ده طبيعي لانه عمل مجهود كبير جدا. وبعدين ده حصل معاه في الدهليز اللي فات كمان. ما يعرفوش يا عيني انه بيتفشخ حرفيا في نومه ده. ما علينا. نوا بقى بيبقى مش مرتاح ليونجي وبيقول له انت اللي حصل ده دلوقتي اكيد في مصلحتك، لاني سمعت انك كنت عايز تخطفه المرة اللي فاتت، واخوه وباقي فريقكم وقفوا قصادك ومنعوك. بترد عليه ريتي وبتقول له وانا رحت فين؟ تفتكر انا ممكن اسيبه له كده عادي بعد ما شفت قوته المخفيه ديت؟ ده طلع عنده شويه مهارات جامده جدا. بيرد عليها يونجي بيقول لها انا كنت عارف من البدايه ان كل ده هيحصل. يوجين دلوقتي بقى عامل زي السكر اللي بيلم عليه النمل. بيزعق فيهم نيو وبيقول لهم انتوا بتهببوا ايه؟ ده وقته الكلام ده، الدهليز لسه ما اتصفاش، لازم نصفيه بسرعه عشان نعرف نخرج من هنا. بتفرح جدا ريتي بيه وبتقول له حبيبي انت كبرت وعقلت جدا عن الاول. وطبعا نيو مش بيعبرها اصلا وبيكون مركز مع يونجي ومستغرب تركيزه مع يوجين، وبيسأله مالك مركز مع يوجين كده ليه؟ بيرد عليه يونجي وبيقول له انا ملاحظ حاجة غريبة في شكل يوجين. فبيستغربوا من كلامه لانهم مش فاهمين يقصد ايه. وريتي في اللحظة ديت بتتريق عليه وبتقول له انت اكيد عينك اتحولت بعد ما لغيت العقد معاهم. ويونجي مش بيرد عليها ولا بيعبرها. كده كتير يا حاجة ريتي، شغالين يطنشوا فيكي وانتي ساكتة لهم، مش عوايدك يعني. ما علينا، احنا مالنا. نرجع لهيونجي وبيكون لسه سرحان في شكل يوجين، وبيقول لنفسه انا حاسس ان ملامح وشه كبرت 5 سنين تقريبا. الواد يونجي ده بجد مش طبيعي حرفيا. نرجع تاني ليوجين وبنشوف ملك التنانين عمال يشوف ذكرياته عشان يعرف اجابات اسئلته. وللاسف ذكريات يوجين كلها بتكون حزينة ومؤلمة بسبب علاقته الوحشة اللي كانت مع اخوه ده. حتى ذكرياته مع الناس اللي كانوا في حياته كانت وحشة لأنهم كانوا بيتريقوا عليه يا إما بيقللوا منه. وآخر ذكريات بتظهر ليه هي ذكريات موت أخوه بين إيديه. وفي اللحظة ديت ملك التنانين بيفرح جدا وبيقول لقيتها خلاص، وبيظهر بين إيديه حجر التمني. وبيقول ليوجين أنا فهمت خلاص، أنت استخدمت حجر الأمنيات عشان ترجع بالزمن، وأكيد حصلت على مقاومة الخوف لما هزمت روشيتوس. وكل اللي بيحصل دوت والوحوش بتاعته عمالة تعذب في يوجين، وفي وحش غارس ضوافره العملاقة في صدر يوجين وشقه النصين. ويوجين بيكلم نفسه وبيقول أنا تعبت جدا من المقاومة، هو أنا عدى عليا وقت قد إيه هنا؟ وملك التنانين بيكمل كلامه وبيقول له بس انت ازاي قدرت تعمل كل دوت وانت بالرتبة اف بس؟ وهو لسه بيدور يا عيني في ذكرياته. ويوجين مش بيرد عليه، فبيأمر التنانين تهجم عليه وتقطع جسمه، وفعلا بيعملوا كده وبيرجع جسم يوجين من تاني لطبيعته وبيرجعوا يهجموا عليه من تاني.
أنا مش عارف أنت عملت إيه في حياتك يا يوجين عشان تتعذب كل العذاب ده يا ابني. ويوجين بيبقى مش خايف من اللي بيحصل فيه لأنه مؤقت، بس بيخاف جدا منه إنه يعرف كل الأسئلة اللي هو عايزها من ذكرياته قبل ما يهرب منه، وساعتها هيموته لأنه ما عادش ليه أي لازمة عنده. لكن بيقوي نفسه وبيقول إيه الضعف اللي أنا فيه ده؟ إيه إزاي أنا بقيت كده؟ يعني يوم ما يظهر قدام الشخص اللي قتل أخويا أكون ضعيف قوي كده؟ أمال مين اللي هينتقم لأخويا ويجيب له حقه؟ كل دوت وملك التنانين عمال يدور في ذكرياته، وبيظهر ليه شريط حياته الحزينة مع أخوه، وبيتضايق من كتر الذكريات اللي بيشوفها، وبيقول له أنت عندك ذكريات كتير جدا، ما تنجز ليا الموضوع دوت وتجاوبني على أسئلتي على طول. وبيؤمر التنين يضرب يوجين ويعذبه عشان يتكلم وهو برضه عند موقفه. لا وكمان بيحاول انه يستفزه اكتر عشان يضيع شوية وقت لصالحه ويشغل باله بأي حاجة تانية غير التدوير في ذكرياته. وبيقول له انت غبي جدا، انت ليه ما حجبتش المهارات زي ما حجبت العناصر؟ بيضحك ملك التنانين وبيقول له لان المهارات مربوطة بالحواس، وبعدين يعني ايه المهارات القوية اللي هتكون عند شخص ضعيف زيك بالرتبة ايه؟ وفي اللحظة ديت بيأمر التنين بتاعه انه ينهشه في بطنه، ويوجين يا عيني بيصوت من كتر الألم اللي بيحسه لأنه بيكون حاسس بكل حاجة كأنها حقيقية. لا وكمان ملك التنانين الجبار بيروح يدوس عليه برجله، وبيقول له انتم البشر ضعاف جدا، ما تعرفوش أي حاجة عن الحواس غير المشي والزحف. هتعرفوا انتم منين الطيران وإحساس تحريك الأجنحة؟ هتعرفوا منين الرياح جاية من أنهي اتجاه؟ احنا بس اللي نعرف الكلام ده، وانت يعني آخرك ايه؟ مش معاك غير مهارة مقاومة الخوف وفرحان بيها، وهي السبب اللي مخليك واقف قدامي لحد دلوقتي. وبيرزعوا بديله وبيطيروا بعيد عنه، وبيأمر التنانين يجيبوه ليه من تاني. فبيبص له يوجين بكل غل وبيقول له كل اللي حصل ده كان بسببك، لولا انك لعبت في تفاصيل الزنزانة وما خليتش البوابة تقفل على طول بعد دخولنا، وكمان بعت الوحش روشيتوس عشان يقتلني. بسببك انت اخويا مات، لولا غبائك لزمان اخويا عايش وانا اللي ميت. بيضحك ملك التنانين بطريقة هستيرية وبيقول له ده انت اللي طلعت غبي جدا. هو انت فاكر اني سبت البوابة مفتوحة؟ البوابة اتقفلت بعد دخولكم على طول. يوهان جه وترجاني عشان افتح ليه البوابة واخليه يدخل عشان ينقذك. هو بيلاحظ في اللحظة ديت ان ملامح وش يوجين اتغيرت 180 درجة، فبيقول له اخيرا اتغيرت ردود افعالك، دلوقتي خلينا نتكلم عن اخوك يوهان شوية بقى. وبيبدأ يحكي ليه ان اخوه كان في دهليز في الوقت دوت، فانا رحت ليه واول ما شافني قال لي ايه اللي جابك؟ مش انا قلت لك قبل كده اني مش موافق على عرضك ده؟ عرفته ان هو اللي محتاج لي دلوقتي لان جايب ليه اخبار مثيره عن اخوه. بيتخض يوهان جدا اول ما بيسمع كده، وعرفته في الوقت دوت ان في مشكله في الدهليز اللي انت دخلته. وطبعا يوهان على طول ما كدبش خبر وجري على بوابه الزنزانه، وبيظهر قدامها مجموعه من الناس وكانوا مصدومين من تغير فئه الزنزانه المفاجئ وخايفين على الصيادين اللي دخلوها لانهم صيادين برتبه صغيره مستحيل هيكون معاهم احجار للخروج. وبيوصل يوهان في اللحظه ديت وبيسال واحد عن الزنزانه، فبيعرفوا ان فئتها اتغيرت فجاه للرتبه اس على الاقل، وللاسف البوابه اتقفلت خلاص. فبيترعب جدا يوهان على اخوه وبيحاول بكل الطرق ان يفتح البوابه، لكن البوابه مستحيل تفتح الا بهزيمه الزعيم او بموت كل الصيادين. ويوهان بيتجنن اكتر وبيفضل يقول لاخويا اخويا. في اللحظه ديت بيظهر له ملك التنانين من تاني، وبيقول له انت عايزني اساعدك واخليك تدخل لاخوك، وبيوري ليه اخوه جوه الزنزانه وهو بيهرب من التنين. وفي اللحظه ديت بيستغل رعب يوهان على اخوه وبيقول له انا هدخلك بس في المقابل تعمل معايا عقد جديد وهتبقى تابع ليا للابد. ويوهان مش بيتردد لثانيه واحده وبيوافق على طول لانه كان فاكر ان اللي حصل ده مجرد خطأ في الزنزانه، وما يعرفش ان انا اللي رتبت الكل ده. انا كنت مخطط لكل حاجه بكل دقه، كنت مخطط انك لازم تموت يوميها على ايد روشيتوس، وساعتها يوهانا هيحس بالعجز برغم انه بالرتبة اس ومعرفش برضه ينقذك، واكيد هيبقى عايز يبقى اقوى عشان ينتقم. ساعتها كنت هقدر اعمل معاه ايه اللي انا عايزه لانه هيكون تحت طوعي للابد. لكن حصل اللي كان مستحيل كنت اتوقعه، وهو انه يموت هو. انا قلت مستحيل مش هيعرف يهزم وحش ضعيف زي روشيتوس، بس للاسف هو اختار انه يضحي بنفسه في سبيل انك انت اللي تعيش. ولسوء حظي انه اخيرا وقع بين ايدي، لكن للاسف كان جثة هامدة. وبيتصدم يوجين من اللي سمعه وبيقول تقصد ايه بان جثة اخويا وقعت بين ايدك؟ انا جثة اخويا اختفت من العالم ده. فبيضحك ملك التنانين وبيقول له مين اللي ضحك عليك وفهمك كده؟
أنا العقد اللي عملته معاه كان مديني صلاحية إني أحصل على جثته، وكان الموضوع بالنسبة لي سهل جدا. بيفرح جدا يوجين وبيقول له جثة أخويا ليه جثة؟ أنا افتكرت إني خسرته للأبد، بس الحمد لله طلع في أمل جديد إني أنقذه من الموت في العالم ده كمان. لكن ملك التنانين بيرجع يصدمه من تاني وبيقول له أنا كان معايا جثته لحد ما حد جه وأخدها مني واختفى. بيفضل يعيط يوجين وبيقول له أخويا اتبهدل جدا في حياته، حتى بعد موته جسمه مرتاحش واتبهدل. بيقرب منه ملك التنانين وبيقول له أنا ممكن أجاوبك على كل أسئلتك لو أنت كمان جاوبتني على كل أسئلتي. وهنا كانت الصدمة، يوجين بيرفض وبيقول له مش عايز أعرف منك حاجة. فبيستغرب ملك التنانين منه وبيقول له إيه أنت بترفض؟ فيوجين بيديله الصدمة الأكبر لما بيقدر يستخدم البرق قدامه، وبيقول له أنت قلت لي إن كل المهارات موجودة في منطقة الحواس صح؟ وبيقف يوجين على الأرض وبيخرج من إيده كمية كبيرة جدا من البرق وبيقول له أنا يمكن ما كنتش شاطر أوي في استخدامها لأنها أول مرة ليا، بس أنا كنت حاسس بكل قوتها قبل كده. وبيبدأ يستخدم البرق على كل التنانين اللي موجودة حواليه، وبيفوق ملك التنانين من صدمته إن إزاي شخص ضعيف يستخدم مهارة زي دي. وبيؤمر باقي التنانين تهجم على يوجين، وبيقول له مهما تعمل هتفضل في الأول ولا في الآخر مجرد بشري ضعيف بمهارات بشرية ضعيفة. أول ما بتقرب التنانين من يوجين بيصدموا يوجين من تاني بإنه بيخرج جناحات من ظهره وبيطير بيها. وبيكلم نفسه يوجين وبيقول لحسن حظي إن كنت بجربها كتير مع نوا، وكنت حاسس ساعتها بكل حاجة هو بيعملها كأني كنت طاير. يمكن أول مرة بحاول إني أطير بجد، بس أنا أثق في مشاعري وحواسي. وبيستخدم كمية كبيرة من البرق وبيحرق بيها كل التنانين اللي موجودة. وطبعا مهارته ديت بتكون مضاعفة لأنه بيحارب تنانين ملعونة مسمومة. وملك التنانين بيكون لسه مصدوم من اللي بيحصل ده، لا وكمان بيتعصب جدا وبيقول ازاي مجرد بشري ضعيف بالرتبة اف عنده القوة دي كلها. بيدخل يوجين عليه بالتالتة وبيستخدم عليه مهارة بريم، مهارة اليوم بلا ظلال، وهو مهارة الاستبصار المجمد وبيجمد ليه جسمه. فبيتعصب جدا ملك التنانين وبيهجم عليه وبيقدر انه يعوره في جنبه. وبيقول له انت غبي جدا، هو انت فاكر انك ممكن تهزمني بالكم مهارة اللي معاك دول؟ شكلك نسيت انك في الاول ولا في الاخر جسمك ضعيف مش هيستحمل مني خبطة. لكن المفاجأة بقى ان يوجين بيستخدم لهب النار وبيقدر انه يستدعي سيف اخوه. وبيقول لنفسه انا مستحيل انسى المهارة اللي ادهاني اخويا بعد ما مات. وبيجري يهجم على ملك التنانين بسيف لهب الدم الاسود حارق الدماء. وبيجري منه ملك التنانين في اللحظة ديت وهو بيجري وراه. وبيظهر ليه رسالة من النظام إن تم مضاعفة مهارات الامتنان الأخير مجددا. وبيتعصب جدا يوجين وبيزعق في ملك التنانين وبيقول له أنا بعرف أستخدم المهارات أكتر منك كمان. وبيقدر أخيرا إنه يوقع التنين على الأرض وبيحط السيف على صدره. وملك التنانين يا عيني بيبقى مصدوم من قوته وبيقول إزاي؟ فبيقول له يوجين الفضل كله يرجع ليك، أنت اللي علمتني الطريقة، ودلوقتي دوري عشان أعرف كل الإجابات اللي أنا عايزها منك. وهو بيكلم نفسه وبيقول أخويا يوهان ما تقلقش، أنا هوصل لجثتك مهما حصل. وبيبدأ يشوف ذكريات ملك التنين. أول ذكرى ليه كانت من قرون كتيرة جدا، وبتظهر مجموعة من التنانين وهم بيقولوا دول خطيرين جدا، إحنا لازم نخلص على كل اللي بيستخدموا اللعنات والسموم. وبيخرج يوجين ذكرى تاني من حياته وبيظهر فيها ملك التنانين وهو طاغية وشرير. وبينهار بعدها ملك التنانين وبيفوق يوجين وبيقول له ما تجمد كده يا عم وسيبك من الذكريات اللي ملهاش أي لازمة دي وتوريني ذكريات مفيدة بقى. فبيضحك ملك التنانين جامد جدا وبيقول له طلع صعب عليك انك تدور في الذكريات صح؟ فيوجين بيقول له ايوه عندك حق، يلا بقى وريني ذكريات مفيده يا ديارما. فبيتعصب جدا ديارما وبيقول له انت ازاي اتجرأت تقول اسمي يا حقير انت؟ وهو بيخرج ليه تنين تاني من ايده وبيجري يوجين بعيد عنه وبيقول له تاني يا ديارما انت ما عندكش اي مهاره مفيده غير استخدام حيواناتك الاليفه بس. وبيستخدم يوجين عليه مهاره بريم وبيخلص عليهم كلهم. هو بيقول له قد ايه انت ضعيف وصعبان عليا، اديك اهو خسرتهم كلهم ودلوقتي انت كمان هتخسر قدام شخص بالرتبه اف بس، هم لازم يعملوا رتبه سالب اف مخصوص عشانك. وبيرجع يخرج ذكرياته من تاني بس مش بيلاقي فيها حاجه مفيده، وبيروح عليه يوجين بكل عصبيه وبنظره حاده وبيمسك شعره جامد جدا وبيقول له لو مش عايزني افضل انبش في ذكرياتك للابد فالاحسن ليك انك تظهر اللي انا عايزه على طول بمزاجك. فبيقول له ديارما مش انت اللي قلت لي مش عايز تسمع مني اي حاجه تاني؟ بيشد يوجين من شعره جامد جدا وبيقول له انا عايز اعرف الذكريات ايه اللي ليها لازمه ومش عايز اي ذكريات تضيع وقتي.
ومرة واحدة يوجين بيلاقي نفسه في مكان تاني وبيكون طاير، وبيشوف ذكريات كتير من عوالم تانية وبيظهر فيها وحوش ودهاليز برضه، وبيكون فيها برضه أشخاص بتحارب الوحوش ديت. والمفاجأة بقى إن بيظهر النظام في العوالم دي كلها، وبيشوف يوجين الأشخاص اللي ماسكين النظام، وبيفهم ساعتها يوجين إن كل دول عوالم النظام حاول إنه ينقذهم، لكن فشلوا في الآخر والعوالم ديت بتتدمر. وبيعرف إنهم أكتر من 10 عوالم حصل لهم نفس المصير ده واتدمروا. والمفاجأة بقى إن كل العوالم ديت بعد ما بيتدمروا في شجرة كبيرة عملاقة بتاخدهم جواها. وبيستغرب يوجين من كل الحاجات اللي بيشوفها دي، لكن بيسأل نفسه هو ليه ديار ما بيوريني كل ده، وأنا قلت له يوريني جثة أخويا فين. ومرة واحدة بيظهر قدامه طير أبيض صغير وبيطير ناحية جثة أخوه يوان وبياخدها وبيختفي. ويوجين يا عيني في اللحظة ديت بيتجنن وبيفضل يزعق وبيقول أخويا أخويا، وبيفوق من الذكريات ديت وبيزعق في ديارما وبيقول له وريني تاني الطير ده أخد أخويا فين وإيه الشجرة الكبيرة العملاقة دي. فبيضحك ديارما عليه وبيقول له أنت شفت الطائر اللي بيعد النجوم والشجرة التلجية؟ دلوقتي بقى أنا لازم أقتلك حالا. فبيستغرب يوجين وبيقول له تقتل مين يا عم انت اللي ميت تحت ايدي اهو. ومره واحده السما اللي فوقيهم بتتكسر وبتتحول لقطع من الازاز وبتقع على الارض. وبيضحك ديارما وبيقول له ما انا قلت لك قبل كده ان دي مجرد مخيلاتي مش جسمي الحقيقي. فبيتصدم يوجين وبيقول له ايه معنى كده ان جسمك الحقيقي؟ وبيظهر في اللحظة ديت وحش عملاق جدا وشكله مخيف مرة واحدة، وبيقف يوجين قدامه وهو مصدوم وبيقول له الوحش دوت أنا الصراحة مندهش لأنك لحد دلوقتي قدرت تقف قدامي، محدش قبلك قدر يعمل كده، بس خلاص خلصت أنت ميت ميت. وبيهجم على يوجين ويوجين بيحاول يهرب منه بكل الطرق، وبيبقى خايف جدا منه وبيقول مستحيل، دي قوته دلوقتي مختلفة جدا عن قوته قبل كده، أنا شكلي خلاص دي نهايتي. لكن هنا بتحصل المعجزة اللي هتنقذه، بتظهر كرة النظام مرة واحدة من العدم وبتزعق في ديارما وبتقول له غشاش انت كده غشاش، وده عشان ما ينفعش تدخل بهيئتك الحقيقية هنا، أنا كده هوصلك بسيد قطرة الماء. فبيستغرب يوجين وبيقول لها قطرة الماء، وبتظهر حرية بحر عملاقة ولابسة نفس الحلق اللي لابسها بريم. ديارما أول ما بيشوفها بيضحك وبيقول سجين الفساد لقد تدخل. بترد عليه الحرية وبتقول له انت عارف ومتأكد ان اللي بتعمله دلوقتي ده يعتبر غش ولازم تتعاقب على اللي عملته ده. بيرد عليها ديارما وبيقول لها طيب بالنسبة لك انت كمان دخلتي بهيئتك الحقيقية هتعملي ايه؟ بترد عليه كرة النظام وبتقول له هي مش دخلت بهيئتها ولا حاجة، احنا اللي دخلنا وعيك دلوقتي. فبيضحك ديارما عليها وبيمد ايده عشان يفحص يوجين وهو بيقول لها يعني انت عايزة توقفيني يا ملكة الحريات؟ بتجري ملكة الحريات ناحيته وبتهجم عليه برمحها وبتغرزه في ايده، وبتقول له ممنوع اننا نتدخل بآيتنا الحقيقية في الحياة الواقعية، ولو لازم نتدخل فلازم نتجسد في جسيمات، صح ولا ايه؟ وبتخرج قوة كبيرة جدا من سلاحها وبتدخلها كلها في جسمه. وديارما يا عيني بيتصدم جدا وبيقول لها ايه ده، وبيفضل يصوت من كتر الوجع. حتى يوجين بيخاف جدا وبيسأل الكرة اللي شايلها بين ايده وبيقول لها هو ايه اللي حصل؟ فبترد عليه الكرة وبتعرفه إن أي حد هيتدخل بهيئته الحقيقية لازم يتعاقب لأنه ما اتبعش قواعد هذا العالم، وغير كده كمان جسمه دلوقتي بقى تابع للعالم ده، وبما إنه خالف القواعد ديت فإحنا النظام دورنا إننا نعاقبه بناء على السلطة اللي واخدينها. ديارما عمال يصوت جامد جدا من الوجع اللي حاسه، فبيكمل النظام وبيقول له لازم الجميع يتبع قواعد العالم اللي عايش فيه، دي كانت القوانين من البداية. وبينفجر جسم ديارما وبيتحول لوحش صغير، وبيقول له النظام دلوقتي احنا مش هنقدر نكمل اكتر من كده، دلوقتي دورك انك تخلص عليه يا يوجين. على طول يوجين ما بيضيعش الفرصة وبيجري عليه وبيضربه بكل قوته، وبيقول له انا مبسوط جدا اني لسه ليا فرصة اني اخلص عليك بنفسي، انا اكتر واحد نفسي اشوف راسه مقطوعة ومرمية على الارض هو انت. وبيتعصب ديارما وبيقول له ايه ازاي يا حتة بشر يا حقير انت تتجرأ وتتحدى مخلوق اعلى منك. وبيتدخل النظام وبيقول له لقد تمت التعديلات دلوقتي تقدر تخلص عليه. فبيبتسم ديارما وبيهجم عليه وبيقول له انا برضه هفضل اقوى منك بكتير حتى لو جسمي اتأثر شوية. فبيقول له يوجين حلو جدا يلا اديني اقوى ما عندك. وبيطير عليه وبيهجم عليه هجوم قوي جدا باستخدام البرق. هو بيتوجع جدا ديارما وبيفضل يصرخ وبيقول له هو انت فاكر نفسك هتقدر تهزمني بحتة مهارة بسيطة زي دي؟ لا وكمان بجسمك الضعيف ده بالرتبة اف بس؟
امال لو كنت برتبة عالية كنت عملت ايه؟ وهو بيعور نفسه بيخرج من ايده وحوش كتيرة جدا وبيجروا ويهجموا على يوجين، وفي تنين منهم بيقدر انه ياكل يوجين. فبيضحك ديارما وبيقول له انت خلاص انتهيت، بمجرد ما انا هاكلك هتموت دلوقتي على طول. لكن بيتفاجئ بيوجين بيفجر التنين اللي جواه وبيخرج من جواه وبيقول له مهارات بسيطة. طيب بالنسبة ليك انت بقى، انا شايف انك لسه بتستخدم وحوشك بس عشان تهزمني، برغم انك بقيت في جسمك الحقيقي دلوقتي. وبيطير بعدها عشان يهجم عليه، وديارما بيتعصب جدا وبيقول له انت غبي، انت عايزني اتنازل وقتلك بنفسي؟ وهو بيجمع قوة كبيرة في بقه وبيحدف على يوجين، وبيقول له ده انا هخليك دلوقتي تسيح لحد ما تختفي خالص من الوجود. وفعلا الهجوم دوت بيقدر انه يصيب يوجين، لكن يوجين بيستغرب لانه ما طلعش السم بتاعه قوي جدا زي ما كان متوقع. وعلى طول ديارما بيمسكه من ايده، وطلع انه عامل الهجوم ده عشان يخدع بيه يوجين. وبيضحك ديارما وبيقول له مهما كانت مهاراتك فانت في الاول ولا في الاخر حشرة ضعيفة بالرتبة اف. وبيفتح بقه عشان ياكله وبيقول له انت ليه مش عايز تتقبل فكرة ان الفايز معروف من البداية؟ فبيضحك يوجين عليه وبيقول له انت خطفت الجملة ديت من على طرف لساني، هو انت ما بتتعلمش ابدا؟ وبينزل دم يوجين في عين ديارما وبيفضل يصوت ديارما اه يا عيني اه يا عيني. وبيقول له يوجين انت شكلك نسيت ان دم بيحرقك. فبيزعق ديارما من كتر الوجع وبيقول له اه يا حقير، انا كانت اكتر غلطة عملتها اني سبتك عايش لحد دلوقتي. وبيخلي كل التنانين تهجم عليه وبيختفي يوجين وسطيهم للحظة. وبيضحك ديارما جامد جدا لانه حس اللحظة انه خلص عليه، لكن بيتفاجئ بخروج يوجين من وسطهم وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. فبيتعصب ديارما وبيقول له انت مش عايز تستسلم ابدا؟ بيبص له يوجين بنظرة حادة وبيقول له انا مستحيل استسلم او اوقف قتال معاك طول ما انا قادر على الحركة. وبيهجم عليه تاني ديارما بهجوم قوي جدا وبيقدر انه يخلي جسم يوجين كله يجيب دم. وبيقول له دوق احساس ان جسمك يتقطع لاشلاء. لكن يوجين مش بيهتم ابدا بوجع جسمه قد ما بيكون مهتم بوجع موت اخوه. وبيتعصب جدا وبيهاجم عليه تاني وبيقول له امثالك اللي بيقللوا مننا واستخدموا اخويا لمصلحتهم الخاصه، بعد كده قتلوه، مستحيل هيفهموا ابدا كل ده. ويوجين بيكون متعصب جدا وعلى اخره، وبيجمع قوه برق كبيره جدا في السماء زي اللي عملها يونجي، وبيجري يغرز السيف اللي في ايده في صدر ديارما وبيدخل جواه كل البرق ده، وبيحصل انفجار ضخم جدا جوه جسمه. ومن قوه البرق اللي دخل جواه القفص الصدري بتاعه بيظهر وبيكون منور بالبرق. وبكده يكون اتهزم ديارما اخيرا على ايد يوجين. وبيتكلم ديارما كلماته الاخيره وبيقول انا دلوقتي فهمت، انت طلعت المفتاح اللي هينقذ العالم ده من الدمار. وبيموت اخيرا ديارما على ايد يوجين، وبيقدر يوجين ينتقم فعلا لاخوه. وبيروح يوجين على كرة النظام وملك الحريات وبيقول لهم انا في سؤال عايز اعرف اجابته منكم، انتوا تعرفوا مكان الطائر الابيض؟ لان هو اللي اخد جثة اخويا وانا لازم ارجعها منه. وبكده تكون حلقة النهاردة خلصت. بس يا ترى ايه اللي هيحصل مع يوجين؟ هل النظام هيقول له على مكان الطائر الابيض، او حتى هيعرف يجيب جثة اخوه؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقات اللي جاية. بس لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم الحلو الجميل. وكالعادة قبل ما نقفل يلا بينا كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا السلام.